الجمال مش بس وشوش، الجمال رقة إحساس ووجه بشوش. لغة الجمال في الشباب والرياضة مع أميرة العقدة. لغة الجمال. ازاي كل عروسه تطلع اجمل في ليله العمر؟ إيريني حليم خبيره التجميل معانا هتقول لنا ازاي. مبروك لكل عروسه، وممكن اديها حبه ارشادات صغيره كده ان هي ان شاء الله تنفعها في الوقت دوت. ان اهم حاجه قبل الفرح باسبوعين تهتم بوشها كويس جدا. هو مش قبلها بس باسبوعين، ده قبلها بشهر او حاجه يعني، بس ان هي تهتم وتحط كريمات على وشها كله علشان ما يبقاش ناشف، عشان دي اكتر حاجه بتتعب اللي بيحط ميك اب يعني يوم الفرح لو هو وشها ناشف، لان في الفاونديشن لو حطيت لها وشها كان ناشف بيبقى شكل الفاونديشن بيبقى وحش جدا فعلا. برضو لازم تستخدم ليب بالم او زبده كاكاو كويسه عشان بقها، عشان البق ما يبقاش مقشف او ناشف. دي اهم حاجه كده قبليها، ده كده الاهتمامات اللي قبليها. وممكن تعمل برضو ماسكات قبليها، بس اهم حاجه ما تعملش وشها قبليها في نفس اليوم، ده اهم حاجه. ما يتعملش تشقير ولا تعمل وشها في نفس اليوم، ممكن تعملها قبليها بيومين، يكون لو حصل اي حاجه يبقى وشها هدي كده شويه. في عرايس كتير قوي بتقول ان هي تحط مكياج تقيل قوي الصبح عشان عقبال ما بالليل يكون هدي شويه، لان هي بتحط الصبح وبعد كده تعمل شعرها وتلبس الفستان وتروح تتصور وبعد كده تروح الحفله، فالناس بتتخيل ان هي تحط كتير قوي عشان بعد كده يخف. ده مش المفروض صح، بما انها بتستخدم مواد نظيفه او خامات ميك اب كويسه وبتحط فاونديشن، فالمكياج كده كده هيثبت. فتعمل رسمه بسيطه وسيمبل هيفضل معاها لغايه بالليل، لغايه ما هتروح هيكون ثابت معاها كمان. انا شخصيا بحب المكياج يبقى بسيط عشان يوم فرحها ما تستغربش نفسها، وعشان برضه في نفس الوقت ان العريس ما يستغربهاش او حد من اهلها وكده. وكمان انا بحب الميك اب اللي يبرز جمال الوش، مش انك انت حاطه طبقات او الوان كتير او كده، فاهمه؟ فيبقى سيمبل وبسيط، ده احلى كتير وموضه يعني اكتر يعني ودي عليها. اهم حاجه برضو بلاش طبقات. الناس بتحط فاونديشن كتير جدا في الوش بقى كتير وما تسيحوش كويس، متخيله ان هو ده اللي هيثبت الميك اب. لا ده غلط. المفروض ان هي تحط فاونديشن وبعد كده تقوم عامله له بلندنج او تسيحه او ان هي توزعه بطريقه كويسه جدا، ده اهم حاجه. واهم حاجه تبقى ماركات نظيفه، بلاش يا جماعه الطبقات الكتير. وممكن برضو تستخدم روج يبقى كالر ستاي، يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن مثلا تخف شويه الروج، بس بيبقى لو هي استخدمته كالر ستاي او اللي هو الروج الثابت، بيبقى في كل ماركه بيبقى فيه روج ثابت تستخدمه، ده هيقعد معاها لغايه بالليل. بس ممكن اللمعه بتاعته هي اللي تقل شويه، وساعتها يبقى معاها في الفرح كده اي ليب جلوس او اللي هو الملمع يعني، تحطه كل مثلا ساعه ساعتين وهيحافظ على اللمعه بتاعته. إيريني حليم، في عرايس مثلا بيكون شفايفهم صغيره، مناخيرهم كبيره، خدودهم مش كبيره، تنصحيهم بايه؟ بصي، هو بالنسبه للشفايف كل حد فينا بيبقى عنده لشفايفه خطين، الشفايف اللي فوق فيها خطين، الشفايف اللي تحت فيها خطين. في ناس كتير قوي عندها الشفه اللي فوق بتبقى ارفع كتير من الشفه اللي تحت، فممكن نكبر اللي فوق شويه بان احنا نمشي قلم تحديد الشفايف على الخط اللي فوق، بس ما نطلعش بره البق قوي بقى، دي اهم حاجه. عشان ماشي ان احنا نمشي على الخط اللي بره، والشفايف اللي تحت عشان تبقى متناسقه مع الشفايف فوق نمشي على الخط اللي جوه، ويبقى كده احنا عملنا تحديد الشفايف كويس. وبعد كده ممكن نحط الروج بقى اللي احنا قلنا عليه الثابت، وبعد كده بنحط الليب جلوس، فكده يبقى احنا حددنا البق كويس قوي. تقدر العروسه تغير شكل شفتها اللي فوق خالص بالميك اب؟ يعني تكبرها وتغير الرسمه بتاعتها ولا لا؟ مش هحب ان هي تغير شكل الرسمه بتاعتها علشان ما تبقاش ماشيه على حتت بتحديد الشفايف مش في شفتها، تبقى ماشيه يعني على هتبين. اذا حاولت تغير شكل رسمه الشفايف هتبين. بالظبط هتبين. هي بس تمشي تحترم الخطوط بتاعه شفايفها كويس جدا، سواء بقى قلنا الخطين ده فممكن تمشي على الخط اللي جوه او اللي بره، بس تبقى ماشيه على الشفايف نفسها ما تطلعش براها. كان معايا إيريني حليم خبيره التجميل. كل عروسه سمعتنا واتبعت النصايح دي ان شاء الله هتطلع اجمل في ليله عمرها. لغة الجمال في الشباب والرياضة مع أميرة العقدة. لغة الجمال.